مرحبا جميعا بحلقة جديدة من خوان فوتبول. ريال مدريد ينتصر على اليوفي بهدف دون مقابل. اسمعوا، هاي المباراة أنا ماني طالع أحكي فيها تكتيك ولا أحكي فيها خطط ولا أحكي فيها أي فكرة ممكن تدل على خطة معينة. لا لا، أنا بدي أحكي على ريال مدريد، على ريال مدريد تحديدا. أنا لي عادة بس تخلص مباراة معينة لريال مدريد نزل منشور على الفيسبوك أحكي فيه الفكرة الرئيسية اللي أنا شفتها بالمباراة، أبني عليها الفيديو اللي أنا بدي أحكي فيه وأطلع أحكي بالفيديو تحليل عن اللعبة. نزّلت منشور على الفيسبوك بعد نهاية مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، وواضح كنت بمنشوري إنه أنا نوعًا ما هاي المباراة تركت لي بعض من الأثر السلبي، وقُلت إنه في بعض من لاعبي ريال مدريد ما عم بيغطّوا منيح، ما عم بيركضوا، ما عم بيبذلوا أكتر مجهود لإلهم، وحكيت بنفس الوقت إنه كان في تداخل ما بين مراكز بيلينغهام وأردا جولير، وأكيد كان في تعليقات سلبية على الموضوع، إنه يا محمود أنت عم تشوف مباراة تانية، وبعض التعليقات المخيفة أو المزعجة نوعًا ما. المهم بعد ما شفت بعض من التعليقات اللي هن كان عددهم قليل نوعًا ما، قررت إنه ما أطلع أحكي. قُلت يا محمود لا تحكي عن مباراة ريال مدريد ويوفنتوس واترك اللعبة ليوم أو يومين واحكي فيها على رواق متل ما بدك. وأنا هلّأ بالنسبة إلي شايف اللحظة المناسبة لأحكي عن مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اللي أنا بالنسبة إلي كانت مُقرفة تكتيكيًا، مزعجة لأبعد الحدود، مباراة تركت لي أثر سلبي كبير وبنفس الوقت تركت لي إحباط. ليش؟ ريال مدريد دخل المباراة وكان خط وسطه تشاوميني، أردا جولير، بيلينغهام. أنا توقعت إنه بيلينغهام يكون كلاعب محور. ليش توقعت هالتوقع؟ بيلينغهام بالمباراة ضد ختافي أنا نزلت منشور عنه على الفيسبوك وقلت إنه بيلينغهام عمل مباراة ممتازة بس بشرط إنه أنا ما كنت عم بطلع عليه بعين إنه هو صانع الألعاب، كنت عم بطلع عليه ضد ختافي بعين إنه هو لاعب محور. كنت عم باحاول قدر الإمكان أبعد عن فكرة إنه هو ممكن عم بيلعب بصناعة اللعب، أبدًا ولا عم بافكر وين تمركزه في الملعب، عم باشوفه هل هو يؤدي وظائف لاعب المحور بأفضل طريقة ممكنة؟ وأنا شُفت معه، شُفته لاعب عم يغطي، شُفته لاعب عم بيركض، شُفته لاعب عم بيفوز بأغلب المواجهات الثنائية، شُفته لاعب كان مسيطر على الهواء، شُفته لاعب عم يحاول نوعًا ما يقوم بمراوغات جيدة. فأنا بالنسبة لإلي هاي الأدوار هي أدوار لاعب محور. وكان عم يأدّيها بأفضل طريقة ممكنة، وكان عم يعمل أدوار دفاعية مذهلة، ما كنت عم باطلّع عليه بموضوع إنه هو صانع ألعاب. صانع الألعاب مهمته في الملعب هي صناعة الفرص إلى المهاجمين. ريال مدريد حين تعاقد مع بيلينغهام، ليش تعاقد معه؟ هل كان شايفه صانع ألعاب سوبر؟ أكيد لأ. هل كان شايفه إنه هو ممكن يكون مهاجم وهمي جيد؟ أكيد لأ. لأنه بيلينغهام بكل عمره ما لعب لا صانع ألعاب ولا لعب مهاجم وهمي. في بيرمنغهام، أنا كنت متابعه على فكرة من أيام بيرمنغهام، ويمكن الناس اللي بتتابعني أو بتعرفني منيح بتعرفني إنه أنا شخصية نوعًا ما مدمن للكرة الإنجليزية، فباقعد باتابع درجة أولى، الدرجة الممتازة، درجة أولى، درجة تانية، وحتى تالتة ممكن، وباتابع منتخب إنجلترا الأول والفئات السنية. أنا مدمن على الكرة الإنجليزية، حتى أغلب الأندية الإنجليزية أنا مدمن على تاريخها. بس الفكرة إنه وقت شفته أنا في بيرمنغهام، باتذكر وقتها قلت لواحد من أصدقائي يمكن بيعرف نفسه إذا هو عم يتابع الفيديو. قُلت له إنه أنا في موهبة طالعة جديدة في بيرمنغهام اللي هو بيلينغهام وموهبة مميزة. قال لي: "محمود طوّل بالك." قال لي: "في بيرمنغهام؟" قُلت له: "اتذكّر." المهم ما خيّب لي آمالي، فعلًا كان موهبة مميزة، طلع إلى دورتموند، استمر كلاعب محور. ريال مدريد شايف إنه فيه لاعب محور في بيرمنغهام، دورتموند ومنتخب إنجلترا. ريال مدريد حين تعاقد مع بيلينغهام ما كان دافع ال100 مليون يورو ليجيب صانع ألعاب، كان شايفه كلاعب محور. يعني المتابعين الكشافين عم يتابعوا بيلينغهام كلاعب محور. جابه إلى ريال مدريد، انجبر أنشيلوتي يلعبه كصانع ألعاب أو مهاجم وهمي، لأنه كان ريال مدريد يعاني نوعًا ما بسوق الانتقالات ونجح بهذا الشيء. وأنا بالنسبة لي ذكرت موضوع مهم وهو إنه باتمنى في السنوات القادمة لا نظلم بيلينغهام ولا نطلع على بيلينغهام بعين إنه هو صانع ألعاب أو مهاجم وهمي، وننسى كل الأدوار اللي عم يقدمها في الملعب، لأنه جمهور ريال مدريد بشكل عام ما عاد يطلع على بيلينغهام شو عم يعمل في الملعب، صار يطلع على بيلينغهام إنه شو ممكن يسجل شو ممكن لأ. امبارح بيلينغهام كان أنا بالنسبة لإلي ضد يوفنتوس أولة امبارح عامل مباراة سيئة نوعًا ما. جمهور ريال مدريد مدحه لأنه سجّل هدف، ما عم بامزح، والهدف كان سهل نوعًا ما، يعني هدف يجيب أي لاعب في العالم ممكن يسجّل لك إياه.
بس خلص جمهور ريال مدريد تعوّد، أكيد مو الكل، الأغلب، إنه اللاعب سجّل هدف، مع السلامة أنت عملت مباراة منيحة، اللاعب صنع هدف، مع السلامة أنت عملت مباراة منيحة، فينيسيوس عمل المراوغة تبعة الهدف وكانت هي السبب الأول بالهدف، فينيسيوس عمل مباراة منيحة، وأنا بالنسبة لي كان فينيسيوس كارثة تكتيكية. فينيسيوس إذا تذكرتوا بالمباراة بالشوط الأول وحتى ببعض اللحظات في الشوط الثاني، كان الجهة الموجود فيها فينيسيوس اليسار كارثة دفاعيا، لأنه لا يوجد من يغطي مع فينيسيوس، مع عفوا مع كاريراس، لأنه لوحده تماما كاريراس، فينيسيوس قاعد قدام تارك اللعبة تماما، والناس خلص ركزت على فينيسيوس انه عمل مراوغه جميله وكان هو سبب الهدف. يا شباب كرة القدم ما لها هيك، انت كرة القدم بأحد المرات قال جوزيه عفوا قال ديديه دروغبا، قال جوزيه مورينيو وقت تعاقد معنا ما جابنا لحتى نتعلم كيف نلعب كرة القدم، تعاقد معنا لحتى يعلمنا كيف نلعب كمجموعة، ندافع مع بعض، نهاجم مع بعض، نقاتل مع بعض، نضغط مع بعض، نعمل مرتدات مع بعض. مو إنه في لاعب قدّام وفي لاعب عم يتحمّل عنّه ويقول له يلّا اللاعب اللي قدّام بده كرة القدم ما لها هيك، كرة القدم لعبة جماعية، كرة القدم حتى في نادي مثل ريال مدريد أنت مو لازم تقدّم فيها بس 100%، لا، لا، لأ، لازم تقدّم 110%، لازم تقاتل على فرصتك وأكتر من القتال. فأنا بالنسبة لإلي بنرجع لموضوع بيلينغهام، فأنا بالنسبة لإلي وجوده كان في الملعب، وقت شفته كان عم بيلعب كصانع ألعاب مع أردا جولر كانت كارثة بالنسبة لإلي، وقعدت أفكّر ليش عم بيلعب بيلينغهام كصانع ألعاب، وليش قاعد ببعض من المناطق الأمامية وتارك المركز المحور لوحده، تارك تشاوميني لوحده، فوصلت ل3 خيارات، تعالوا أقول لكم شو هي الخيارات. الخيار الأول إنه تشابي ألونسو ضعيف الشخصية وما عم بيقدر يتحكم بالنجوم، إنه تشابي ألونسو كارثة تكتيكية وعم يشوف عكس البشرية كلياتها، والخيار الثالث اللي هو بيريز عم يتحكم ببعض الأسماء وعم بيجبر تشابي ألونسو يلعب فيها. طيب تعالوا كل خيار نتناقش فيه من الأخير. هل بيريز حب يجبر تشابي ألونسو يلعب ببعض الأسماء المعينة؟ أكيد لأ، لأنه باعرف طلعت بعض الروايات اللي عم تحكي إنه والله بيريز جابر تشابي ألونسو يلعب ببعض الأسماء المعينة ويلعب بلينغهام أساسي. حبايب، لو بيريز فعلا هيك كان جبر تشابي ألونسو كل مباراة يلعب فيها فينيسيوس أساسي، لأنه فينيسيوس هو اللاعب اللي فيك أنت تبيعه ب 200 أو 250 مليون يورو. وكان جبر تشابي ألونسو بكل مباراة يلعب رودريجو أساسي لحتى يجيب له ال100 مليون يورو، وكان جبر تشابي ألونسو يلعب ببعض المباريات أندريك اللي كلف ريال مدريد 35 40 مليون يورو، ما كان قال له نزل غارسيا ابن الأكاديمية، بالأخير أندريك هو اللي كلف مو غارسيا. فأنا بالنسبة لي إنه بيريز عم بيجبر تشابي ألونسو إنه يلعب ببعض الأسماء مو ضابطة. الخيار التاني هل تشابي ألونسو كارثة تكتيكيًا وشايف عكس البشر؟ كمان ماني شايفها ضابطة، لأنه نحن بنعرف شو تشابي ألونسو قدّم تكتيكيًا لنادي ليفركوزن قبل نادي ريال مدريد. طيب هل تشابي ألونسو ضعيف الشخصية؟ أنا بالنسبة لي لأ، تشابي ألونسو اللي تابعه كلاعب كرة قدم بيعرف إنه هو لاعب كان أكثر من سوبر، ولاعب عنده شخصية قيادية في الملعب، بس هل تشابي ألونسو ممكن نوعًا ما فلت الأمور من إيده داخل غرفة الملابس؟ ممكن. نحن بالنهاية بنعرف تشابي ألونسو كلاعب كرة قدم أو حتى كمدرب شو عم بيقدّم على أرض الملعب تكتيكيًا، وكلاعب كرة قدم شو عم بيقدّم على أرض الملعب مهاريًا، بس نحن ما بنعرف شو عم يقدّم تشابي ألونسو بغرفة تبديل ملابس نادي ريال مدريد. هل من الممكن أن يكون هناك فعلًا مشاكل داخل غرفة ملابس ريال مدريد؟ من يومين 3 نزل تقرير على ذا أثليتيك، والتقرير نزل قبل مباراة اليوفي والريال، وقال، وعلى فكرة تقارير ذا أثليتيك 90% 95% 98% هي تقارير بتكون صحيحة وبتحكي فعلًا اللي صاير، وخاصة إنه كان من صحفي موثوق، وقال كالتالي: هناك بعض من الغرور داخل غرفة ملابس ريال مدريد. أنشيلوتي بموسمه الأخير هو والكادر التدريبي تبعه كانوا مصدومين إنه في أسماء من داخل ريال مدريد كأسماء صغار، بعض من المواهب اللي طالعة عندهم نزعة غرور. وبعد مباراة ديربي مدريد اللي انتهت بكارثة على ريال مدريد، دخل بعض من لاعبين ريال مدريد بصدام وشتائم بعد المباراة. طيب هذا الكلام أنا قريته رجعني لأيام معينة، وهي بعد ما فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا على ليفركوزن بهدف زيدان الشهير. وقت ريال مدريد دخل نوعا ما من دوامة تتعلق ببعض من الغرور وعدم الانضباط داخل غرفة الملابس، وهي المشكلة اجى مدربين كتار على ريال مدريد ما قدروا يحلوها، ضل ريال مدريد نادي عم بيطلع من دوري ال 16 في دوري أبطال أوروبا. هي المشكلة إيمتى انحلت؟
حين جاء جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو كان زلمة بسيط جدًا. أنا عندي أوامر، ما عجبتك الأوامر بافضحك، باطلع قدام الإعلام باقول هذا اللاعب اللي عندي إياه بالفريق ما عم بيسمع كلمتي، هذا اللاعب اللي عندي إياه بالفريق ممكن يكون جاسوس، هذا اللاعب اللي عندي إياه بالفريق مانو زيدان ولا راؤول ولا دي ستيفانو ولا مارادونا ولا بيليه، لحتى تجبروني أنتم يا صحافة ألعب فيه كأساسي. طلع مورينيو وفضح بعض الأمور المتعلقة ببعض اللاعبين، وشفنا بعدها بلشت بعض من حلقات الجدل. طلع مورينيو من ريال مدريد. بعد ما طلع مورينيو أنا بالنسبة لي صار هون حدث مهم جدًا، وهو لاعبي ريال مدريد اللي كانوا عم يسووا بعض من المشاكل داخل غرفة ملابس ريال مدريد. بحال أنتم ما فزتوا بلقب دوري أبطال أوروبا بعد خروج مورينيو، الصحافة رح تهاجمكم، رح تقول لكم الشخص اللي كنتوا عم تشرفوا عليه الاتهامات بموضوع ريال مدريد ومشاكل ريال مدريد طلع من الريال، ليش هلا ما عم تفوزوا بدوري أبطال أوروبا؟ فلاعبي ريال مدريد، يعني عذرًا على التشبيه أو عذرًا على الكلمة، بس يمكن هي الكلمة لحتى بس أوصّلكم فكرتي. كلبوا، حرفيًا كلبوا، صاروا يقاتلوا في الملعب، مستعدين يعملوا أي شي في الملعب لحتى يفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وبعد عدة فترة ذهبية في تاريخ ريال مدريد من ناحية بطولات دوري أبطال أوروبا. أنا خوفان تشابي ألونسو يمر بمرحلة إنه هو داخل غرفة ملابس ريال مدريد وغرفة مليئة بالغرور وبعض الأسماء الثقيلة وما يقدر يتحكم، يفلت الوضع من إيده، ونحن كمشجعي ريال مدريد نفوت بهالدوامة، وبحال فتنا بهالدوامة نحن وقتها بحاجة مدرب يشبه جوزيه مورينيو أو ممكن حتى جوزيه مورينيو نفسه. على فكرة أنا من الناس اللي لهاللحظة باتوقع إنه جوزيه مورينيو بيوم من الأيام سيعود إلى نادي ريال مدريد. ليش؟ لأنه ما زال على علاقة قوية مع هاللحظة مع بيريز، وبيريز متل ما عطى فرصة تانية لأنشيلوتي حابب أكيد يعطي فرصة تانية لمورينيو. وأنا أتوقع تشابي ألونسو بالذات إذا عمل موسم كارثي ممكن يشوف مورينيو. هلا ما بدي أحكي كتير، ما بدي أستبق الأحداث. المهم فريال مدريد واضح. الكارثة الأكبر اللي صارت في المباراة هي الهجمات اللي كان عم ياكلها نادي ريال مدريد، هجمات مرتدة كانت مزعجة نوعًا ما متل ما حكيت. كان لولا كورتوا موجود بحراسة المرمى كنا نحن حكينا عن هدفين أو 3 سجّلوا نادي يوفنتوس. اللي صار إنه موجود تشاوميني لوحده بخط الوسط، هو اللاعب الوحيد بموضوع كسر عرقلة الكرة أو حتى كسر وسط الخصم أو حتى متل ما حكيت كسر هجمات الخصم. اللي صار وقت يكون تشاوميني لوحده معناها أنت خط وسطك، خط دفاعك عفوًا مكشوف نوعًا ما. يعني كمثال بتتذكروا أيام ريال مدريد كان موجود عندنا مارسيلو وبيبي وراموس وموجود عندنا كارفاخال، كان نوعًا ما دفاع ريال مدريد مكشوف أيام رافا بينيتز. ليش؟ لأنه كاسيميرو غير موجود. وقت جاء كاسيميرو وقت صار كاسيميرو أساسي في نادي ريال مدريد تحول هذا خط الدفاع. تخيلوا أنا أسماء تاريخية ذكرت لكم إياها أصلًا. تحول خط الدفاع هذا إلى خط سوبر. ليش؟ لأنه صار في مين عم يحميهم من خط وسط المنافس. ما صار بس عم يستقبلوا من خطين الهجمات، من خط الهجوم والوسط، لأ، صار عم يستقبلوا الهجمات من خط واحد فقط اللي هو هجوم الخصم، فصاروا يتفوقوا عليه بكل سهولة بسبب جودته المعروفة نوعًا ما. لأنه صار في مين يحميهم بالوسط، وتوني كروس ولوكا مودريتش هن اللاعبين من أصحاب مدرسة إنه نحن بدنا ندافع مع الفريق متل ما عم نهاجم مع الفريق. طيب اليوم بريال مدريد موجود تشاوميني بالوسط اللي هو اللاعب الوحيد اللي بيميل للدفاع عكس أردا جولر اللي بيميل للهجوم أكثر. بيلينغهام بيميل للهجوم أكثر. أي لاعب بالجناح الأيمن بيميل للهجوم الأكثر. مبابي بيميل للهجوم وفينيسيوس بيميل للهجوم. أنت عم تحكي عن 5 لاعبين موجودين في ريال مدريد بيميلوا للهجوم. متخيلين الكارثة اللي وقعان فيها نادي ريال مدريد من ناحية إنه ما في حدا عم يلتزم مع تشاوميني، وبالأخير بالاقي بوستات منشورات على الفيسبوك عم بتسبوا لتشاوميني، عم بتسب هذا العبد الفقير اللي ما عنده شي بالحياة يعمله غير إنه ياكل مسبات، وليش ما حدا يعرف. المهم هل أنا تشائمت؟ نعم أنا تشائمت. ليش؟ حكيت السبب. بيلينغهام وأردا جولر. فكرة تمرد أو بيلينغهام أو يعني ما بريد كلمة تمرد، يعني ما باحس ماني عرفان شو المشكلة يعني. مزعجة نوعًا ما. في شي صاير بنادي ريال مدريد يعني مشكلة الغرور اللي عم ينحكى عليه داخل غرفة ملابس ريال مدريد إنه صار، والمشاكل اللي حكيتها من شوي يعني إنه في مشاكل داخل غرفة ريال مدريد كارثة، كارثة. وأنا حاولت أفكر مين اللاعب المغرور داخل نادي ريال مدريد، ما قدرت أوصل غير لخيارات بيلينغهام، بابي، فينيسيوس، وأنت عم تحكي عن أهم 3 أعمدة موجودة داخل نادي ريال مدريد. فعلًا إذا كانوا عم يعانوا من غرور يعني نحن
نحن حرفيًا بكارثة. هل ما زلت متفائل ضد برشلونة؟ نعم ما زلت متفائل ضد برشلونة. ما بدي كتير أحكي عن مباراة برشلونة لإنه كل مباراة إلها حساباتها الخاصة، بتبلش بالدقيقة الأولى بتخلص بالدقيقة 90. بس بالنسبة لإلي أصبحت نوعًا ما متوتر قبل مباراة برشلونة. ماني حابب أشوف هاي المشاكل الدفاعية اللي شفناها ضد اليوفي ضد برشلونة. برشلونة لا يرحم. ما بدي حابب شوف خسارة ثقيلة لريال مدريد أمام برشلونة. ماني حابب حتى إنه تشابي ألونسو نفسه يعاني أمام برشلونة، لأنه ما بيستاهل يخسر بطريقة تكون نوعًا ما مزعجة، لأنه تشابي ألونسو وقعان بدوامة، وهي الدوامة بحاجة مدرب يكون فعلًا قاسي، يكون فعلًا مدرب ممكن يفضح اللاعبين أمام الإعلام. ما بدي أطوّل عليكم، أنا باعتذر على الإطالة، بس حسيت إنه هالكم كلمة ممكن تفيدني قبل ما تبلش مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، اللي أنا بالنسبة لي حاكون منتظرة على أحر من الجبر. المهم باتمنى تعملوا اشتراك لمحمود خوم على الفيسبوك، تيك توك، انستجرام. باتمنى تكتبوا رأيكم بالتعليقات، تشتركوا بالقناة. مع السلامة.